السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي نعمل وصفة سهلة وبسيطة. معايا كده طاسة على النار أو صينية على النار فيها معلقتين من الزيت ومعلقة من السمنة أو قطعة من الزبدة المتاح عندك حطيه. هنزل عليهم ببصلتين كبار كده متقطعين كده صغيرة. هو بس أول ما يتشوحوا هتلاقيهم كشوا كده وبقى حبة صغيرين. بعد كده هنزل عليهم بمعلقة من الفلفل السبايسي. عايزة تحطي بارد مفيش مشكلة، ممكن تنزلي فلفل ألوان، ممكن تنزلي بجزراية مبشورة براحتك خالص. وهنزل عليهم ملح وفلفل أسود ورشة من جوز الطيب ورشة من 7 بهارات. عايزه تحطي بهارات تانية برضو براحتك. هديهم تشويحه كده بتطلع ريحه مع البصل خطيره. كده هنزل عليهم بقى باللحمه المفرومه وهديهم تشويحه، وهنزل عليهم بنص كوبايه من الميه. الميه كده بتطري اللحمه وتخليها جوسي بجد وبتبقى تحفه جدا يا جماعه. هقلبهم كده مع بعض وهغطيها وهسيبها تستوي زي ما انت هتشوفوا. ريحتها خطيره ومش هنقف كتير في المطبخ في الحر ده. 10 دقايق تكون الوصفه كلها خلصت. بصوا الجمال، تحفه وريحتها تحفه بجد. هسيبها تنشف شويه وارجع لكم. هنا بقى بعد ما نشفت شوية كده هاخد معلقتين 3 في طاسة زي ما انتوا هتشوفوا. هعمل وصفة تانية وهنزل عليها بمعلقة من الشاي كده صلصة، وهنزل عليها بنص كوباية من العصير الطماطم وملح وفلفل اسود. اول ما اسيبهم كده على على اللحمة هسيبهم يتسبكوا يعني حوالي دقيقتين 3 كده. يتسبكوا كده هنزل عليهم ببطاطساية محمراها كده قطع صغيرة وقرن فلفل برضو مقطعاه قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين. هديهم تشويحه مع بعض وممكن بقى نسيبهم كده بقى بالصوص بتاعهم كده مع شويه رز ابيض تبقى خطيره. عايزه تسيبيها كده تنشف شويه زي ما انا هعمل وتاكليها بالعيش برضو براحتك خالص. بجد الموضوع كله مش هياخد معاكم 10 دقايق ربع ساعه يكون الاكل كله خلص زي ما انتوا شايفين، مع شويه بتنجان بقى وفلفل بالصلصه كده وشويه بطاطس محمره. بجد خطيره وتحفه ومش هتقفي كتير في المطبخ. ايه رايكم في الجمال والوصفه الحلوه دي؟ يا رب تعجبكم.